ولهذا وجدت القوة في الوطن العربي وفي المسلمين على ما هي عليه الآن من قبل الأعداء. لكن انظروا ماذا يحصل من بعض أبنائنا ورجالاتنا من أبناء المسلمين، شأنه كشأن الشاب اللاعب من النصارى، لا يصلي، لا يذكر الله، لا يوالي الله ورسوله، ولا يعادي أعداء الله، يرى أن النصراني اللاعب هو أخ له وأنه زميل له يحبه ويغضب عليه ويدافع عنه إلى غير ذلك مما يحصل من إفساد الولاء والبراء الذي هو من أعظم الأركان والواجبات التي أوجبها الله على المسلمين. فأعداؤنا يريدون أننا ننزع من قلوبنا كرههم وبغضهم، ومعلوم أنه لا يقوم دينه إلا بموالاة الله ورسوله، أي بحب الله وحب رسوله وحب دينه وحب أوليائه وبمعاداة أعداء الله. ألا فلتتقوا الله ولتراقبوا الله ولتحذروا فتنة الالتهاء بالملاهي والألاعيب التي جاء بها أعداء الإسلام ليفسدوا علينا ديننا. مشروع ابن معروف الدعوي.